مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، النهارده هنعمل وصفه مع بعض سهله وبسيطه. هنعمل توست بديل للعيش، وفي نفس الوقت مكوناته بسيطه جدا. قبل ما نبتدي متنسوش اللايك، تضغطوا على زر الاشتراك في القناه، ويلا بينا نقول بسم الله. في البدايه انا هنا معايا 3 بيضات، هحطهم. هستخدم يا اما الخلاط او هتستخدموا الكبه المتوفر عندكم. وعشان البيض هنضيف عليه معلقه كبيره خل، وهنضيف عليهم ربع كوباية من زيت الزيتون، وممكن تستبدلوه بالزيت العادي أو زيت سمسم. وهضيف معاهم علبة زبادي صغيرة لايت. وعندي هنا ربع كيلو من الحمص نقعاه قبلها بليلة، وبعد ما نقعته غيرت ميته 3 مرات، وفي نفس الوقت قشرته من كل القشر بتاعه. وممكن تستبدلوه كمان بالحمص اللي هو الطبيخ اللي هو متفصص جاهز من غير قشر. كل المكونات دي هضيف عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة كمون. وهنخفقهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى معايا خليط ناعم. بصوا ركزوا في الخطوة دي، وانا بخفقه لقيت ان الخليط تقيل معايا جدا ومش راضي ينعم. فانا هنا محتاجة مادة سايلة اكمل بيها خفق، فاضطريت ان انا ازود علبة زبادي صغيرة. فانتوا ممكن بدل العلبتين الصغيرين تستخدموا علبة كبيرة على طول. وجهزت قالب اللي انا هخبز فيه قالب التوست مقاسه صغير بورق الزبدة، ودهنته بزيت نباتي، واديته رشة من بين حبة البركة والسمسم. وحطيت فيه خليط التوست زي ما انتوا شايفين قد ايه هو ناعم وسلس. هي دي النتيجة اللي انا محتاجاها. بعد كده هساوي القالب وهرش عليه من على الوش خليط ما بين برضو حبة السمسم وحبة البركة. والفرن هيكون عندي متسخن على 170 درجة. هدخله هياخد معايا ما بين 45 ل50 دقيقة. وده شكله بعد ما خرج معايا من الفرن. المفروض ان انتوا تستنوا عليه لحد ما يهدى ويبرد خالص وتقدروا تقطعوه بكل سهولة. انا اضطريت ان انا اقطعه وهو سخن عشان الحق اصور لكم قبل ما الكهرباء تقطع معايا، وعشان كمان تشوفوا معايا النتيجة. ناس كتير منكم هيبقى سؤال واحد في دماغها، هو هل التوست ده هيبقى فيه واضح طعمة الحمص؟ ايوه هتبقى واضحة فيه. بس انا هقول لكم على افضل طريقة تاكلوا بيها توست الحمص من غير ما تضايقكم طعمته او ريحته. هعمل لكم بيها ريلز وهقولها لكم دلوقتي في دقيقة. هي ان انتوا تاخدوا شرايح التوست دي، هتحمصوها يا اما في الفرن او ان انتوا تحمصوها في الاير فراير. هنزل لكم شورت فيديو بيها وهتشوفوا الطريقه ازاي هتاكلوه. صدقوني لو جربتوه بطريقه وهو متحمص هيفرق معاكم جدا، وهتستغنوا عن العيش وهتبداوا تاكلوه. وفي نفس الوقت هيغنيكم جدا عن النشويات. كالعاده المقادير كامله هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد.